الحل ايه؟ حل الرجوله، نفس الاداء بتاع الرجوله بتاع المباراه يتكمل معانا الدور القادم شايف ان المنتخب اداؤه اتحرر؟ الى حد ما، بدايه من الشوط الثاني الماتش اللي فات امام غانا، والماتش ده كله الكوره تمام، في لعب كوره، في سنه احساس ان انا حاسس ان انا عامل خطوره، حاسس ان انا رايح على الجول. لكن الماتش الاولاني واول شوط في ماتش غانا، لا احنا ما كناش موجودين، احنا حرفيا ما كناش نستحق ان احنا نصعد. مين سبب تراجع مستوى اداء المنتخب؟ سبب تراجع المنتخب الضغط، تمام، ده رقم واحد. رقم 2 فيتوريا ده تشكيله، انا ليه العب واحد زي النني اخر ماتش لعبه في 23/9/2023؟ ليه العب واحد على حساب مين؟ على حساب مروان عطيه اللي هو بنسبه 90% هو رجل المباراه النهارده. نيجي نبص لمحمد صلاح، هو دايما صلاح احنا بنقول صلاح ونجمه على دماغنا، وهو عمل اللي مفيش لعيبه مصريه هتقدر تعمله، نادر لما يجي لاعب مصري يعرف يعمل اللي هو عمله ده. لكن صلاح من يوم ما اخذ الشاره من احمد فتحي وهو حط على نفسه ضغط، وصله ان هو اداؤه لا يقارن باداء ليفربول، ما جابش 20-30% من اداؤه في ليفربول. الهجوم على صلاح مبرر؟ الهجوم على صلاح مبرر لسبب، انا ازاي شناوي بيلعب البطوله وهو مصاب في رجله، انت واحد جالك قال اجري على انجلترا. وبعدين كمان كلام كلوب يؤكد ان هي مطبخه، ان هو طلع في المؤتمر الصحفي وقال لك احنا هيجي صلاح يتعالج عندنا، ولو لو صعدتوا النهائي نبقى بنبعته لكم، يعني استهزاء كمان. شفت تصريح الاتحاد المصري بيقول لك ان كوت ديفوار ما فيهاش اجهزه تعالج محمد صلاح. طب امال احنا فين الجهاز الطبي بتاعي؟ اما كوت ديفوار ما فيهاش، انا فين الجهاز الطبي بتاعي؟ ليه اوديه انجلترا يتعالج؟ وايه شد يعني؟ مش جاي له خلع في كتف ولا جاي له حاجه في رجله جامده، ده شد طبيعي بيحصل اي لاعب. ما قفشه لعب في المنتخب كام مره وهو بيلعب مصاب. ابو تريكه بلاش لاعب الجزائر اللي هو مزراوي، انت متخيل مزراوي بيلعب مصاب وانا اتصبت، تعالى بايرن ميونخ، تعالى، قال لهم لا انا هفضل مع المنتخب، بعتوا له جهاز من المانيا يعالجه هو في كوت ديفوار. انا عايز اتعالج وعايز افضل مع فرقتي في البطوله، وانا شايف ان كوت ديفوار ما فيهاش علاج تمام، بعتوا له جهاز من المانيا يجي يعالجه في كوت ديفوار. هنكمل ولا؟ والله العظيم لو الاداء رجولي زي النهارده هنكمل.